ديما من خلال الصوت هذايا اللي يعبر على آلة الربيع. جولة بحثية علمية نظرية أكاديمية وحلمنا شوية. وديما تقعد الموسيقى أقوى من الكلام، ديما الموسيقى أبلغ من الكلام. والمثل الفرنساوي يقول لا ميوزيك نيكزيست كو لورسكيل اي جوي، معناتها ما فماش موسيقى إلا ما نعزفها. نجم نقعد نحكي لكم 4 أيام عن الموسيقى ولا 4 أشهر، لكن ما يشي أبلغ من جملتين يعبروا حقيقة على الآلة. هي تعبر على ذاتها، هي أقوى من الكلام عليها، هي أقوى من البحوث، هي تقعد ديما حاضرة. العيب مش فيها هي، العيب فينا احنا
اللي ما نعرفوش نعصفوا عليها بالكدا. انا حاولت نجتهد بالطبيعه، ما يجي واحد يقول لك القديم مش باهي، لا خاطر كمان خير، لا هو باهي في وقته وعمل دوره كما يجب ويقعد ديما باهي. انا هذايا هو الرساله اللي نحب نوصلها للشباب الجديد. كان كل حاجه قديمه خذت وقتها وقامت بواجبها، لعل في وقتها هي تكون ثوره تكنولوجيه، لعل في وقتها تكون هي قمه الابداع الفني وتقعد ديما هكاكا. وما صحيحه المقارنه بين القديم والجديد بالمفهوم نتاع الجديد. مش نقول خاطر توا ولات فما تكنولوجيا جديده ولا الات جديده الور القديم كله غالط ومش باهي ونذموه ونوليو نطيحوا لهم القيمه نتاعو. لا بالعكس، القديم في عصره يقعد عنده قيمته. الاختراعات والاكتشافات والالات الموسيقيه والناس الكبار والبني والقصص والاختراعات العلميه والطب القديم وكل هذاك يقعد في عصره في وقته عنده قيمته. ومثالش كي نرجعوا له ساعات حاجات ونتذكروها ما ننساوهاش. تراثنا ديما خاصة التراث الفني، لأنه هو ماهوش شيء مربوط بزمان ولا بمكان. اللي نسمع الصوت هذا نستمتعوا به في أي وقت